السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى حصادكم لهذا الأسبوع، نبدأها بأهم ما جاء في الأسبوع. إحياء الذكرى السنوية السابعة لاستشهاد القيادي نصر الدين برهك في مناطق كردستان سوريا وإقليم كردستان. لقاء بين الرئيس مسعود البارزاني ووفد حكومي أمريكي في هولير العاصمة. مستشار مجلس أمن إقليم كردستان يعرب عن قلقه حيال مستقبل الكرد في سوريا. لقاء بين المجلس الوطني الكردي في كوباني وممثلين عن لجنة الجزيرة والفرات في الائتلاف السوري المعارض. الإعلان عن مخطط إحياء مناسبات شهر آذار من قبل المجلس الوطني الكردي في سوريا. زيارة لوفد من فريق التايكواندو لفرع الحسكة في الاتحاد الطلبة والشباب الديمقراطي الكردستاني روج آفا إلى مقر قيادة قوات بشمركة روج. تبادل لإطلاق النار في مطار قامشلو بكردستان سوريا بين ضباط النظام السوري بسبب الخلاف على كيفية تقاسم الحصص من المعونات الإنسانية المقدمة للنازحين. في عفرين الاعتداء على الزوجين المسنين بالضرب وسرقة أموالهم بعد مداهمة المنزل وتقييدهما لساعات طويلة. لأول مرة انتخاب امرأة لرئاسة برلمان إقليم كردستان. وأخيرا لا يزال مصير مواطن كردي من مدينة حسكة بكردستان سوريا مجهولا منذ 6 أعوام. أهلا بكم مجددا. أبلغ مستشار مجلس إقليم كردستان مسرور البارزاني وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأنه يشعر بقلق بالغ حول مستقبل كرد سوريا، قائلا إن على موسكو أن تلعب دورا لضمان حقوقهم في أي حل سياسي في البلاد. جاء ذلك خلال اجتماع عقده بارزاني مع لافروف قبيل انطلاق مؤتمر ميونخ للأمن. ولطالما تمسك مسرور البارزاني بنظرته المستقبلية فيما يتعلق بمستقبل كرد سوريا، وقال مرارا إن عليهم توحيد جهودهم ووضع حد لانقسامهم بهدف الوصول إلى اتفاق مشترك حول حقوقهم في البلاد التي مزقتها 7 سنوات من الصراع متعدد المحاور. وذكر مجلس أمن إقليم كردستان في بيان أن بارزاني شدد خلال لقائه بلافروف على أهمية التسوية السلمية التي تضمن للكرد السوريين حقوقهم وسلامتهم، وحث بارزاني موسكو على المساعدة في هذا الهدف من خلال محادثات شاملة، مكررا قلقه بشأن مستقبل الشعب الكردي في سوريا. وفي شأن منفصل بحث مسرور البارزاني مع لافروف سبل تعزيز الروابط الاقتصادية بين روسيا وإقليم كردستان والعراق ككل، وأكد الجانبان على العلاقة التاريخية بين روسيا وإقليم كردستان. أقدمت مجموعة مسلحة في ناحية راجو بعفرين بكردستان السوري على الاعتداء على زوجين مسنين بالضرب وسرقة أموالهما بعد مداهمة المنزل وتقييدهما لساعات طويلة بحجة التفتيش. وأفادت مصادر محلية من عفرين أن مجموعة مسلحة تابعة لإحرار الشرقية من لواء الحسين أقدمت على مداهمة منزل عمر عروس في قرية كورا التابعة لناحية راجو، وذلك بحجة التفتيش، ليقوموا بعد المداهمة بسرقة أمواله وضربه وزوجته المسنة وتقييدهما لساعات طويلة. وبحسب مقطع مصور نشر على صفحات التواصل الاجتماعي يقول فيه المسن عمر البالغ من العمر 85 عاما أن المداهمين سرقوا 450 دولارا و25 ألف ليرة سورية من المنزل، وذلك بعد ضربهما وتقييده مع زوجته البالغة من العمر أيضا 85 عاما ل4 ساعات وتخريب محتويات وأثاث المنزل. عقد المجلس الوطني الكردي في كوباني وممثلين عن لجنة الجزيرة والفرات داخل الائتلاف السوري المعارض لقاء في مدينة أورفا حول المستجدات السياسية والتطورات الأخيرة في سوريا. وتباحث الطرفان المستجدات السياسية والسيناريوهات المحتملة في مناطق شرق الفرات بكردستان سوريا والتطورات الأخيرة في سوريا. كما أكد الجانبان على أهمية التواصل والتنسيق بين المجلس الوطني الكردي في كوباني والائتلاف الوطني السوري بشكل دوري حول مجمل الأوضاع الراهنة التي تخص المنطقة. هذا وحضر من جانب لجنة الجزيرة والفرات في الائتلاف الوطني السوري المعارض
كلا من ياسر فرحان، محمد ولي، عبد الباسط محمد الويس، عبد الله الفرج، في حين تمثل وفد المجلس الوطني الكردي في كوباني بكل من علي إبراهيم، علي تمي، حنان عباس، وكذلك ممثلين عن مجلس جريسبي والرقة وقيادات في أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا. نشب خلاف داخل مطار قامشلو بكردستان سوريا ليتطور الخلاف إلى استخدام الأسلحة وإطلاق النار في المطار وإصابة عدد الأشخاص نتيجة لذلك. مصادر محلية أكدت أن خلافا نشب السبت في مطار قامشلو بكردستان سوريا بين ضباط النظام السوري ليتطور الخلاف إلى استخدام الأسلحة وإصابة الضابط برتبة العقيد خالد الجرف بعد استهدافه من قبل ضابط آخر وتبادل للنار بين الطرفين المتخاصمين. حول سبب نشوب الخلاف بين الضباط، أضافت المصادر أن سبب الخلاف يعود إلى كيفية تقاسم الحصص من المعونات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة للنازحين، حيث يقوم الضباط بالاستيلاء على تلك المعونات وبيعها في أماكن تجارية. انتخب برلمان إقليم كردستان الاثنين بالتصويت الدكتورة فالا فريد عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بشكل مؤقت رئيسة للبرلمان، والتي توجهت بأول طلب للكتل السياسية. وتم انتخاب هيمن هورامي نائبا أول للرئيس ومنى نبيل قهوجي بمنصب النائب الثاني للرئيس. وانتخبت قهوجي كمرشحة عن الكتل التركمانية وحصلت على 60 صوتا، وهذه أول مرة يتم فيها انتخاب امرأة لرئاسة برلمان إقليم كردستان خلال دوراته السابقة والتي بدأت في عام 1992. لا يزال مصير مواطن كردي سوري مجهول منذ حوالي 6 أعوام وإلى تاريخ هذا اليوم. بتاريخ 17 من شهر أيار عام 2013 فقد الاتصال بالشاب إدريس عبد المجيد في منطقة السلمية في ريف حماة السورية، وآخر اتصال لعائلته معه كان في الساعة 7 مساء. إدريس عبد المجيد من مدينة حسكة بكردستان سوريا، مواليد عام 1974 وله 3 أولاد. وهذا لا يزال مصير العشرات من المواطنين الكرد السوريين مجهولا، لا سيما بعد بدء الثورة السورية، حيث يتهم النظام السوري وأطراف النزاع الأخرى في سوريا بعمليات اختطاف واعتقال المواطنين. قام وفد من فريق التايكواندو لفرع الحسكة في الاتحاد الطلبة والشباب الديمقراطي الكردستاني روج آفا بزيارة إلى مقر قيادة قوات بشماكة روج، واستقبلوا من قبل قائد قوات بشماكة روج العميد رجب محمد دهدو. ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الطلبة والشباب الديمقراطي الكردستاني روج آفا على الفيسبوك قائلة: امتنانا منا وتعبيرا عن مدى فخرنا ببيشمركة روج، قام وفد من فريق التايكواندو لفرعنا بزيارة إلى مقر فرقة لشكر روج، وقاموا بتكريمهم بتقديم درع تذكاري لهم، فهم فخر الشعب الكردي وأمله الوحيد. وضم وفد الفريق التايكواندو لفرع الحسكة في اتحاد الطلبة والشباب الديمقراطي الكردستاني روج آفا جميع فئات الفريق من مدربين وشباب وشابات وأطفال، وعبر الجانبان عن سعادتهما وارتياحهما لتلك الزيارة. استقبل الرئيس مسعود البارزاني في صلاح الدين وفدا حكوميا أمريكيا ضم جيمس جيفري الممثل الجديد للرئيس الأمريكي إلى التحالف الدولي في الحرب ضد داعش، وجول رايبيرن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط والقنصل العام الأمريكي في هولير وكالة، وأعضاء الفريق الأمريكي المختص بسوريا. جرى في اللقاء بحث الأوضاع السياسية في المنطقة والعراق وإقليم كردستان. ومن جانبه أعرب الممثل الجديد للرئيس الأمريكي إلى التحالف الدولي في الحرب ضد داعش عن إعجابه بالتطورات الحاصلة والاستقرار في إقليم كردستان، وأعلن أنه رغم كل التحديات والتهديدات الكثيرة يعتبر إقليم كردستان إحدى المناطق الأكثر تطورا ونجاحا في الشرق الأوسط. كما أكد أن أولوية الولايات المتحدة الرئيسية هي تحطيم الإرهاب وتحقيق الاستقرار. في جانب آخر من اللقاء تم تبادل الآراء ووجهات النظر حول الأوضاع في سوريا وآخر المستجدات السياسية والميدانية فيها، وأعرب الجانبان عن قلقهما إزاء الأحداث
وتبادلا الآراء والمقترحات بشأن مستقبل الكرد في سوريا. وتم التأكيد بشأن ذلك على ضرورة التنسيق والتعاون بين الجانبين بهدف تأمين الاستقرار والوقوف ضد الحرب ومنع المزيد من الخراب والدمار، وكذلك إيقاف معاناة ومآسي الشعب الكردي في سوريا. كما تم طرح مسألة التهديدات الإرهابية على المنطقة، وتم التأكيد على أن التنسيق والتعاون والعمل المشترك بين التحالف وإقليم كردستان أثمر عن نتائج إيجابية كثيرة في تحطيم داعش والإرهاب عموما وكسر شوكته وإجباره على التراجع. أحيا تنظيم هولير للحزب الديمقراطي الكردستاني السوري الذكرى السنوية السابعة لاستشهاد نصر الدين برهك بافي علاء عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا، وذلك في مكتب التنظيم بمدينة هولير بإقليم كردستان. وعبر المشاركون عن استنكارهم لمثل تلك الجرائم بحق المناضلين أمثال نصر الدين البرهك القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا. وكما أحيت منظمة كورغوسك للحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا وبمشاركة قوات بشمركة لشكر الروش الذكرى السابعة لاستشهاد الشهيد نصر الدين برهك. جاء ذلك في مخيم كورغوسك للاجئين الكرد السوريين في قاعة المستوصف. وأدان المشاركون في الذكرى السنوية السابعة اغتيال القيادي نصر الدين البرهك. أما في محافظة دهوك فقد أحيا تنظيم دهوك للحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا الذكرى السنوية السابعة لاستشهاد القيادي نصر الدين البرهك، وذلك في مكتب الحزب في معسكر دوميز بالقرب من مخيم دوميز للاجئين الكرد السوريين. وألقى المحاضرون كلمات تشيد بدور ومكانة الشهيد نصر الدين البرهك في المجتمع، كما نددوا الجنات على ما اقترفوه من جريمة بحق الشهيد نصر الدين البرهك. وفي كردستان سوريا أحيا مجلس منطقية الشهيد نصر الدين البرهك للحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا إحياء الذكرى السابعة لاغتيال الشهيد نصر الدين البرهك في قرية كافري دانا بكردستان سوريا. ووضع المشاركون أقليلا من الزهور على قبره بعد أن تجمعوا في ملعب القرية وتوجهوا مشيا نحو مقبرة الشهيد نصر الدين البرهك في القرية ذاتها. بقرار من الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا سيتم إحياء مناسبات آذار. وصرح رئيس المجالس المحلية محسن طاهر بعد اللقاء المشترك الذي جرى بين مكتب الشؤون المجالس المحلية ومكتب الرئاسة بأنه تم التوصل إلى خارطة الطريق حول إحياء مناسبات آذار باسم المجلس الوطني الكردي وفق المخطط المرسوم. في اليوم الأول من شهر آذار مناسبة رحيل القائد الخالد سيكون على شكل ندوات جماهيرية باسم المجالس المحلية تتحدث عن المناسبة، بينما في الثامن من آذار حيث عيد المرأة سيتم إصدار بيان بهذه المناسبة، ويكلف مكتب المرأة والطفولة بالتعاون مع المجالس المحلية على إحياء يوم المرأة العالمي بما يليق بمكانة المرأة الكردية. وبخصوص يوم الشهيد الكردي في كردستان سوريا صرح طاهر سيتم إيقاد الشموع مساء 12 من آذار مع رفع شارات سوداء على شرفات المنازل تنديدا بالمجزرة وتخليدا لذكرى شهداء الكرد في كردستان سوريا، بينما في الصباح سيتوجه الوفود الجماهيرية نحو مزار الشهداء ووضع أكاليل الورود وقراءة الفاتحة وإلقاء كلمات تتحدث عن دور الشهيد ومنزلته في المجتمع. وتابع رئيس المجالس المحلية محسن طاهر بأنه في 14 من آذار يوم ميلاد القائد الخالد مصطفى البرزاني سنقوم بإحياء هذه المناسبة العزيزة لدى الشعب الكردي على شكل ندوات وتجمعات جماهيرية في كافة المناطق برعاية المجالس المحلية، وسيتلى فيها كلمة المجلس تتحدث عن دور وعظمة صاحب المشروع القومي ونهج الكردياتي البرزاني الخالد وبما قدمه للكرد وكردستان. في 16 من آذار سيكون الموعد مع الذكرى الأليمة للمجزرة الكيماوية في حلبجة وخورمال وباقي مناطق كردستان الجنوبية، حيث سقط عشرات الآلاف جراء ذلك جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ. وسيكون الوقوف 5 دقائق حدادا على أرواح شهداء المجزرة. بينما في ليلة عيد نوروز قال طاهر سيتم إيقاد الشموع على الشرفات وأرصفة الطرقات مع رفع العلم القومي الكردي على المحلات وشرفات المنازل، وسيكون 21 على حد قوله يوم الختام لأفراح وأتراح آذار الذي أمسى وبجدارة شهر الكرد بما اكتنفه من مسرات ومآس لشعبنا الكردي على مر التاريخ.
كما سيتم إحياء عيد النوروز هذه السنة بجو من مظاهر الفرح والاحتفال وبمشاركة الفرق الفلكلورية المتواجدة في كافة المناطق في حال لم يحدث أي طارئ. في ختام تصريحه تمنى رئيس المجالس المحلية السيد محسن طاهر أن يتم إحياء مناسبات آذار هذا العام بقوة وجماهيرية عارمة، وأن يمسي شعلة آذار رمزا للحرية والسلام لشعبنا الكردي ولعموم السوريين. في ختام حصادنا تذكير لأهم العناوين. إحياء الذكرى السنوية السابعة لاستشهاد القيادي نصر الدين برهك في مناطق كردستان سوريا وإقليم كردستان. لقاء بين الرئيس مسعود البارزاني ووفد حكومي أمريكي في هولير العاصمة. مستشار مجلس أمن إقليم كردستان يعرب عن قلقه حيال مستقبل الكرد في سوريا. لقاء بين المجلس الوطني الكردي في كوباني وممثلين عن لجنة الجزيرة والفرات في الائتلاف السوري المعارض. الإعلان عن مخطط إحياء مناسبات شهر آذار من قبل المجلس الوطني الكردي في سوريا. زيارة لوفد من فريق التايكواندو لفرع الحسكة في الاتحاد الطلبة والشباب الديمقراطي الكردستاني روج آفا إلى مقر قيادة قوات بشمركة روج. تبادل لإطلاق النار في مطار قامشلو بكردستان سوريا بين ضباط النظام السوري بسبب الخلاف على كيفية تقاسم الحصص من المعونات الإنسانية المقدمة للنازحين. في عفرين الاعتداء على الزوجين المسنين بالضرب وسرقة أموالهم بعد مداهمة المنزل وتقييدهما لساعات طويلة. لأول مرة انتخاب امرأة لرئاسة برلمان إقليم كردستان. وأخيرا لا يزال مصير مواطن كردي من مدينة حسكة بكردستان سوريا مجهولا منذ 6 أعوام. إلى هنا أعزائي المشاهدين نأتي إلى ختام حصادنا لهذا الأسبوع، حتى الأسبوع المقبل دمتم بألف خير.